عارفين كده الخروجه اللي كله بيبقى محتار فيها، اللي عايز ياكل بيتزا، اللي عايز ياكل سندوتشات، واللي عايز ياكل اكل شرقي وطواجن، او اللي عايز يشرب قهوه ويقعد قاعده رايقه كده. فانا بقى جايبه لكم المكان اللي فيه كل الحاجات دي. المكان ده اسمه سمرة، موجود في مدينه نصر عند سور حديقه الطفل. مكان لذيذ كده وهادي، والديكوريشن هناك تحفه حلوه قوي للتصوير. المكان ده بقى حسيت ان هو بيرضي جميع الاذواق، لان كان كل واحد فينا عايز يطلب حاجه مختلفه عن التاني. يعني مثلا في الاكل الشرقي والطواجن حبينا نطلب طاجن ورق عنب بالكوارع، كان خطير قوي. وكمان لقينا عندهم فته بالكبده وفته بالسجق، فقلنا نجرب اللي بالسجق، ودي كانت احلى حاجه ادوقها هناك. طعم التوم كده كان باين في الفته، والعيش المقرمش، وفكره اصلا فته بالسجق انا عمري ما شفتها قبل كده. وفي السندوتشات بقى جربنا ساندوتش كفته كده، عايزه اقول لكم كان مختلف تماما عن اي كفته ممكن تدوقوها بره. هتحسوا قوي بطعم اللحمه في الكفته، وكمان التتبيله اللي جوه الساندوتش والجبنه مخلي الساندوتش في حته تانية خالص. كمان دي كانت فراخ بصوص كده بالريحان، كانت حلوه قوي. وحتى الناس اللي بتحب السي فود هتلاقوا هناك طواجن كده بالسي فود خطيره. وبعد الاكل الجامد ده كنا لازم بقى نختم بكوبايه شاي بالنعناع. واصلا مش بس الاكل اللي كان حلو قوي، لا ده كمان المشروبات عندهم خطيره، وبالذات القهوه. ولو عايزين بقى تحلوا فلازم تجربوا الوافل بتاعهم، وكمان المولتن كيك عجبوني قوي. وفي النهايه بقى حسيت ان سمرة هو اكتر مكان متكامل روحته في الفتره الاخيره، وبيرضي جميع الاذواق.